السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يوم جديد من عند الفراخ الساسو يا جماعة، اللهم بارك يا رب. النهاردة اليوم ال13، عايزين نعمل خلطة حلوة قوي قوي تقضي على الإسهال. أولا وأهم حاجة تقضي على الإسهال، هترفع المناعة، هتفتح الشهية، هتقضي على الكسل والخمول اللي بيبقى موجود على الفراخ. فراخك ساعات بتلاقيها نايمة وكسلانة، مفيش عندها أي نشاط ولا عندهم أي حيوية والتحويل بتاعهم ضعيف. لا، الخلطة ديت إن شاء الله هتخلي التحويل حلو وهتقضي على الكسل والخمول والكشاشات. اول حاجه طبعا المكان ده كله انا مسكته نضفته خالص، ما خليتش فيه حاجه خالص. انا بنضف بكل سهوله، بقوم شايله الشكاير. انا حاطه شكاير يا جماعه، في ناس بتقول لك ما بتحطيش مشمعات ولا حاجه، لا انا بحط وبفرش عليها الجير والتم. انا بس مجرد بلم الشكاره الاربع اطراف بتوعها وارفعها لفوق. وهنا واحده تحت الميه، يعني انا عامله واحده صغيره تحت الميه وواحده كبيره هنا علشان اللي هي بعيد عن الميه، علشان يمكن ما بحتاجش ان انا اغيرها على طول. انا بغير الصغيره واسيب الكبيره لو حصل نصيب يعني، ولا قدر الله ووقعوا ميه او حاجه. طالما ناشفه خلاص ما بعملش حاجه. لميت كله رفعته لفوق وجبت عامله شكرتين تانيين نضاف، فرشتهم مطرحهم وفرشتهم تبن وعليهم شويه جير. كده نضفت للفراخ بتاعك بكل سهوله بدون اي تعب وبدون اي ما تحركي فيروسات. ان انت تتنسي كده المكان وهم موجودين فيه، انت بتحركي الفيروسات ممكن تمرضي الفراخ بتاعك. فعشان تنضفي المكان، اسهل حاجه يا جماعه ان انت تفرشي حاجه وتلمي الحاجه كده بالكنسه اللي عليها، عشان الفراخ ما تتعبش مننا يا جماعه، ونفضل تننا محافظين على حيويتها ونشاطها والوزن بتاعها. طبعا حطيت معلقه عسل اسود في السقايه. العسل الاسود يا جماعه معلقه صغيره على السقايه الرتل ديت، ما شاء الله ما شاء الله بتزود الوزن جدا وبتخلي التحويل برده حلو معانا. احنا مش عايزين حاجه من الفراخ الا تكبر معانا وما تاكلش علف كتير وتني المناعه بتاعتها حلوه. طالما مفيش اسهالات والمناعه حلوه، مفيش طشمه، مفيش عطسه، مفيش خنفره، يبقى انت كده ماشيه تمام. الاسهال بيسرق الوزن. لو فراخك عندها اسهال مهما تاكليها مش هتكبر معاكي، لكن الفراخ ما عندهاش اسهال اليوم بتاعها بيفرق. اليوم الواحد بيفرق معاها، لان هي بتاكل وكل حبايه علف بتظهر على جسمها لحم. يبقى اول حاجه نظبط التهويه ونظبط الفرشه ونظبط الحراره، وبعدين الاسهال يا جماعه، واي حاجه بعد كده تبقى مقدوره عليك. مفيش طشمه، مفيش عطسه، مفيش خنفره، مفيش ريحه امونيا من الفرشه بتاعتهم تشم المكان بتاعهم. ما تشميش ريحه السبله بتاعت الفراخ، بيبقى ريحه الامونيا تطلع برده تاثر على الجهاز التنفسي بتاعهم. فدايما تبقي تشمي عينك على الفرخ كاسش ولا لا، مناخيرك تشم المكان تشوفه نضيف ولا لا او ريحته طالعه. الامونيا يا جماعه برضو بتدمر الجهاز التنفسي بتاع الفراخ. فدايما الفرشه تكون نظيفه متطهره كويس جدا. اسهل حاجه تطهري بها المكان هو الجير. ما شاء الله ما شاء الله انا بستخدمه على طول، لا قدر الله ما بستخدمش حاجه تانية الا لا قدر الله لا قدر الله. ممكن استخدم اليود والكلور والحاجات دي، واستخدم اليود علشان لا قدر الله لما بيكون فيه مشكله او في فيروسات منتشره في المكان وعايزه احمي بقيه الطيور من بعضها، او في عدوى انتشرت في المكان، فهو اليود اللي بينظف المكان معايا وبيوقف انتشار الفيروسات. صلي بينا على النبي بقى كده وتعالى هنحضر خلطه حلوه قوي قوي قوي، هتخلي الوزن معاكي حلو قوي وتخلي التحويل سريع، وفي نفس الوقت هتقضي على الكشاشان والخمول والكسل والاسهال. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نحضر خلطة النهارده يا جماعة. خلطة ممتازة ممتازة ممتازة، وخصوصا لو الفراخ بتاعتك كسلانة أو كشة أو عندها خمول. طبعا ده كيلو عليه أبادي تركيز 23. معانا بصلاية صغيرة، نص ليمونة، 3 فصوص توم بالظبط مفرومين هما، يعني مش ناعم قوي. الفراخ ما شاء الله عادت بتاكل الحاجة الخشنة شوية. نبتدي بقى نحط لهم أول حاجة بتقضي على الكشاشان والخمول والكسل. هنحط نص معلقه من الكزبره ونص معلقه من الكمون. ما شاء الله ما شاء الله حلو قوي قوي يا جماعه. الكمون في ماده قابضه كده بتنضف بطن الفراخ وفي نفس الوقت بتقضي على الاسهالات. احنا عايزين نحمي الفراخ من الاسهال وفي نفس الوقت عايزين نرفع الوزن. الكزبره مع الكمون يا جماعه. طبعا خلطة الثوم والبصل والليمون دي لوحدها حكاية،
لكن الكزبره والكمون دول ما شاء الله عليهم، لو فرخه كسلانه صدقيني حطي لها خلطه الكزبره والكمون هتلاقيهم بقوا معاكي مجننينك زي ما هم مجننين الوقت كده. شايفين عاملين ايه؟ مش عارفه احضر الخلطه منهم اصلا. هبتدي كمان عشان ارفع الوزن كده واظبط الدنيا، هحط معلقه من الحلبه المطحونه، معلقه هي حلبه مطحونه بطحنها حبه كده اهيت وبحطها في كيس، باخد منها معلقه مش كل يوم ولا حاجه، كل يومين ثلاثه كده احط لهم معلقه على العلف. معانا كمان نص معلقه من الكركم اهوت، في فرق واضح اهو يا جماعه، الكركم والحلبه الاتنين جنب بعضهم في فرق واضح جدا بينهم. هنضيف كمان معلقه صغيره خالص من الخل، معلقه صغيره خالص من الخل علشان خاطر حلوه قوي يا جماعه. احسن ما تستخدمي مضاد سموم، لا استخدمي الخل مرتين 2 في الاسبوع وان شاء الله مش هتحتاجي تشتري مضاد سموم نهائي. يبقى بصلايه، نص ليمونه او ليمونه كامله صغيره، 3 4 فصوص ثوم ما تكتريش، مع معلقه نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره، معلقه من الحلبه المطحونه، نص معلقه من الكركم، معلقه من الخل. اقسم بالله الخلطه ديت هتخلي الفراخ في حته تانية خالص، هترفع الوزن وهتخلي الفراخ كلها نشاط وكلها حيويه، وهتقضي على الكسل والخمول اللي بيبقى عند الفراخ. هناخد ده كله بقى نحطه على العلف يا جماعه، نخلطه بقى خالص على العلف كده. انا عايزاكم تغلفوا العلف خالص كده ما تخلوش حاجه خالص، فانا هاخدهم بس كده شايفينهم مجننين، هنحط لهم في الطبق بعيد كده علشان يسيبوني في حالي، علشان هما عمالين اول ما بيشموا ريحه البصل بيبقوا ملهوفين عليه. هنقلب بقى الخلطه بتاعتنا كلها مع بعض اهيت كده. انت بترفعي الوزن وبترفعي حيويه الفرخ ونشاط الفرخ وبتقضي على الاسهال وبتقضي على سموم العلف، كله في خطوه واحده. ما شاء الله ما شاء الله، خلطه جميله جدا جدا جدا. اعتمديها للفراخ بتاعتك لو مرتين في الاسبوع 3 في الاسبوع، ان شاء الله هتخلي الفراخ بتاعتك يومها بيومين ومش هتحتاجي تشتري لها ادويه زي ما قلت لك ولا اي حاجه خالص. ما شاء الله هتبقى مناعتها في السنه. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ريحه البصل يا جماعه بتجذب الفراخ، بتخلي الفرخ اللي ما بيسحبش في العلف يسحب في العلف وياكل. عوديهم على البصل، انا مش بقول لك حط لهم كل يوم، يعني لو انت حبيتي تحط لهم كل يوم حط لهم كل يوم، لكن لو يوم ويوم حتى تعملوا لهم خلطه البصل، سواء بصل صافي سواء بصل وثوم وليمون، ايا كان المتوفر عندك ما تقفيش على حاجه. ما شاء الله ما شاء الله بيخلي الفراخ زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الحيويه بتاعتها في السمن، وبيقتل الفيروسات وبيفتح الشهيه. طبعا مع الكم مكون اللي احنا حطيناه على العلف معاكم ما شاء الله ما شاء الله بيزود الوزن معانا يا جماعه، وبيزيد من حيويه الفراخ ونشاطها. طول ما الفراخ بتعمل كده قدامك تعرفي ان تهويتك مظبوطه، حرارتك مظبوطه، حيويه الفرخ مظبوطه، مناعه الفرخ مظبوطه. ما شاء الله ما شاء الله. الفراخ عمرها النهارده 13 يوم، اللهم بارك يا رب، حاجه كده تفرح، اللهم بارك يا رب. ما فيش اي مشكله طالما ما فيش اسهالات، ما فيش خنفره، ما فيش عطس، ما فيش طشمه، يبقى كده ما شاء الله اقل حاجه هتخلي الفراخ دي تكبر معاكي وتزيد معاكي باذن الله تعالى. طبعا مع معلقه العسل يا جماعه، مش عايزه تعملي عسل اعملي كوبايه شاي عاديه خالص وحطها لهم في السقايه، مره شاي ومره عسل مثلا، مره شاي ومره خل. يعني انا حطيت الخل دلوقتي على العلف والليمون، حطيت الخل على العلف يا جماعه والليمون. انت ممكن تحطي الخل مثلا معلقه الخل في الميه، ممكن تحطي معلقه الشاي كوبايه الشاي ونص الليمونه اللي انا حطيتها في الميه في السقايه، ممكن تحطي عسل زي ما انا حطيت، ممكن ما تحطيش حاجه خالص وتضيفي كل حاجه على الخلط ديت، بترجع لراحتك يعني. بس انا عايزاكي دايما تحركي الفراخ وتشغلي الفراخ، يا اما حاجه على العلف يا اما حاجه على الميه، ما تسيبيش الفراخ كده واقفين على الميه البيضاء وواقفين على العلف صافي كده من غير اي اضافات عليه. اي حاجه موجوده عندك متوفره عندك اخلطيها وحطها للفراخ بتاعتك على العلف، يعني ما تقفيش على حاجه، مش لازم يعني ما عندكيش حلبه مطحونه، كفايه الكزبره والكمون والكركم. يعني ممكن تبقى تحطي معلقه سمسم، ممكن تحطي معلقه حبه البركه، ليك الاختيار في المكونات اللي انت هتحطيها. بس لو فراخك كسلانه وكشه واذا ده اسهال او مثلا عاوزه تحميها من الاسهال، الكزبره والكمون افضل حاجه يا جماعه ان هم يظبطوا الدنيا معاك. وده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.